خدها معلمي، عمال تفر انت، خدها معلمي. صليت يا صاحبي؟ خلصت صلاة التراويح؟ بكره اول يوم رمضان، كل سنه وكلكم طيبين يا رب. وان شاء الله رمضان يكون خير عليكم بامر الله. اللي متجوز في رمضان اللي جاي يتجوز بامر الله. عندي ليك نصيحه مهمه جدا جدا جدا، اهلاوي زملكاوي عابر سبيل معدي على الفيديو، ما تسمعش كلام الاعلام اللي بيروح يقول لك روح مش عارف ايه، لا انت لازم تاخد حقك وكسر، ومن اليومين اللي هتشوفه بقى مش عارف تكسير وهتشوفه دغدغه والكلام ده. الراجل المحترم اللي بيقول الكلام ده يروح يودي ابنه، ابنه اللي هو يعني بيلعب في النادي الاهلي، يروح يوديه كده ويخليه يروح يعمل وشغب والكلام ده. هل هو هيرضى؟ اكيد مش هيرضى، اكيد مش هيعمل الكلام ده. فانت يا ريت يعني تشغل مخك شويه. يعني كنا بنتفرج على الكوره دي ايه، فور فاني، تضحك شويه، تحفل عليها شويه، حفل عليك شويه، خلصت الحكايه. لكن ليه تمرمط اهلك وتروح، والنهارده في ايام مفترجه كمان، وتروح مش عارف اقسام، وتروح يعني يا جدع انت يعني مش خايف على نفسك، خايف على الناس اللي هتتمرمط وراك. فسيبك من الكلام ده، روح شجع هي اهلي زمالك. لكن تكسر كراسي وتعمل وتخلي وتسوي ملهاش اي لازمه من الاهلي ومن الزمالك. الكلام مش موجه للاهلي بس. بس انا شفت فيديو للماتش الاخير بتاع النادي الاهلي، تكسير كراسي وحتف والكلام ده. انت استفدت ايه لما اتحبست؟ ولا اهلك هيفضلوا يجروا وراك؟ انت استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. النادي بيديك ايه يا عم؟ ما خلينا نتكلم يا جماعه بقى بصراحه، احنا بنشجع كده يعني، ولا الزمالك بيديني حاجه ولا الاهلي بيديك حاجه، فاحنا بنطلع نهزر ونضحك. شجع كوره، تنكش فيا ينكش فيك، بس تاذي نفسك، توصل بيك مرحله انك بتحب حد تاذي نفسك عشانه؟ لا. النادي الاهلي ده مش بني ادم، ولا نادي الزمالك ده بني ادم. عادي يا جماعه، يعني عادي. الموضوع مش اللي هو الاوفر اللي انتوا عاملينه. دي نصيحه بمناسبه شهر رمضان الكريم، وهنفضل ان شاء الله طول الشهر مع بعضينا. عايزك كده تصلي على النبي كتير ونهدى كده، ها، نستقبل الشهر ده ونطلع منه بامر الله بحاجه مفيده. السلام عليكم.